السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. حياك الله الشيخ عدنان العرعور. لا والله ما اكتب الشيخ عدنان والله. حياك الله. طيب كيف احصل الشيخ اذا موجود؟ ممكن اكلمه؟ والله حاليا ما تقدر تكلم. طيب متى يكون فارغ حتى اكلمه؟ بكره ان شاء الله. ان شاء الله. قل له يعني الشخص اللي وصيته في الاردن حول البضاعة تدخل سوريا ان شاء الله تحت امره هناك اذا يعني بخدمته. بس هو قل له ابو جهاد من الاردن. طيب شوي. نعم. طبعا موجود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل، شو سنك هنا؟ أنا أبو جهاد العراقي من الأردن. حبيت أكلم الشيخ عدنان العرعور حول البضاعة اللي اتفقت معاه. ثواني شوي أعطيك التحكيم. تحكي مع مدير مكتبه. طيب. عدنان العرعور قاعد يطلب وصل. أعطيني رقم جوالك. أعطيك رقم جوالي حتى يتصل علي الشيخ عدنان العرعور. أعطيني أهلا. طيب لحظة خليك معاي. أنا أسمع صوت الشيخ إذا يقدر يكلمني لأن الشغلة يعني مستعجلة. لا مو شيخ، هذا مو شيخ. هذا ابنه؟ حازم؟ لا مدير مكتبه. طيب مدير مكتبه. طيب طيب أعطيك إياه. نعم. طيب اعطيني مدير مكتبه. ايه مباحثات اخي. نعم. حياك الله. طيب انا الشيخ عدنان العرعور اقول له ينتظر من عندك الاشاره ابو جهاد العراقي. هو يعرف كيف يتصل علي، رقم الهاتف هو عنده، لكن حبيت اقول له ان البضاعه جاهزه للدخول الاراضي السوريه، متى ما اشر نحن بخدمته. ان شاء الله. هو رقمك عنده؟ نعم الرقم عنده. قل له الإكرنبيج جاهز للدخول الى الثوار، الى اتباع الشيخ العرعور ان شاء الله. ان شاء الله. الإكرنبيج جاهز لكم. حياك الله، مع السلامه. ان شاء الله. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. انا لله وانا اليه راجعون. ما يعرف شنو معنات الإكرنبيج سوف يدخل الى الثوار العراعرة. الإكرنبيج هو مادة مصنوعة من الجلد. طبعا ابن قيم الجوزي، ارجو الاخوان ان يكتبوا في الجوجل شنو معنات الإكرنبيج لان ما اقدر اتكلم بها لان زحمة، لكن لا حياء في الدين. طبعا ان الإكرنبيج مادة مصنوعة من الجلد على صورة الكذا، تستدخله المرأة ان اشتدت حلمتها ولا رجل لها، تستغني به عن الزنا. هذا ما ذكره ابن القيم الجوزية بانه جائز الاستمناء بهذا الإكرنبيج بالنسبة للمرأة، تستدخله سبحان الله. فراح يدخل الإكرنبيج الى اتباع العرعور لانهم احفاد عمر المأمون كما تعلمون. فحياكم الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. يلي تريد الجنة العن عمر.